السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم يا ناس الخير. اليوم جيت لكم بواحد القصة، شوفوا كي نحكوها ومن بعد نعطيكم الحكمة والعبرة. كان يا ما كان في واحد الوقت من الزمان في قرية صغيرة بين الجبل والواد، كان يعيش فيها واحد الرجل فقير اسمه عمار، قلبه بيض ونيته صافية، يخدم نهار كامل باش يجيب قوته وقوت أمه العجوز. في واحد الليلة الشتاء والبرد والريح، سمع عمار طبطيب في الباب، طبطيب خفيف في الباب. فتح لقى عجوز غريبة كبيرة في السن، لابسة ملحفة قديمة، عينيها تلمع كالنجوم. قالت له: يا وليدي، قتلني البرد والجوع، نطلب غير سقف نبات فيه ولقمة نعيش بها. عمار شاف فيها وبلا ما تردد دخلها، أعطاها خبز الوحيد وفرشها فراشو، ونام هو قدام الدار. قبل الفجر العجوز قالت له: يا عمار، نيتك صافية، واللي يعمل الخير ما يضيعش. اطلع غدوة الجبل، تلقى حجر أسود ما نلمسو كان بيز صادقة. اختفت العجوز هذيك الدخان. أما لاتيك عمار واش يدير؟ طلع للجبل ولقى الحجر اللي قاتلو عليه العجوز، مسو تحول للذهب. بصح عمار ما طمعش، خدا غير قد ما يحتاج ورد الحجر لمكانه. الخبر انتشر وراح القايد الطماع يطلعوا، مس الحجر فتحول الغبار وضعف الريح. ومن هذاك النهار عاش عمار مرتاح يعاون الناس، وما نساش ابدا وصية العجوز. المهم، العبرة من هذه الحكاية يا جماعة الخير، النية الصافية كنز، والطمع يهدم حتى الجبال. السلام عليكم.